السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم، يا رب تكونوا في أتم الصحة يا رب العالمين. ولو عجبكم الفيديو النهاردة طبعا زي ما انتوا عارفين اوعوا علينا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد بننزله وهننزله ان شاء الله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا ندخل كده الفيديو بقلب جامد ونبدأ كده الفيديو. طبعا بقالي حوالي يومين اهو، ده التالت. مش انا اللي كنت بظهر تمام، وكان جه فتره كده انا اللي ما كنتش يعني ايه كنتش بظهر، ماما هي اللي كانت بتظهر، ورجعت انا اللي ظهرت وهي كانت بتظهر، يعني ايه في اوقات واوقات. انما ان شاء الله ان شاء الله يعني هو في كلمتين كده حابه، يعني حابه ان انا اقولهم، ان في مفاجاه، يعني الناس كلها يعني والله العظيم كلها مستنيه المفاجاه ديت. فانا مش هقول المفاجاه، مش هقولها بقى غير يعني يا الفيديو الجاي يا الفيديو اللي بعد الجاي، يعني ايه انتوا حظكم بقى، على حسب بقى ايه كيف يجيبني كده وافكر كده ان انا اقول لكم ولا لا. بس يعني ايه عايزاكم كده تكتبوا لي في الكومنتات، يعني ايه تخمنوا كده هي ايه المفاجأة بالظبط. هي مش حاجة تخطر على بال حد الصراحة تمام، ولا كانت تخطر على بالنا اصلا يعني. بلاش اتكلم اكتر من كده علشان لو اتكلمت هوضح لكم وانا مش عايزة اوضح، فانا مش هتكلم ولا هوضح اكتر من كده. خلاص بقى هي مفاجأة، وخمنوا انتوا بقى للفيديو الجاي الفيديو اللي بعده، يعني ايه خمنوا انتوا بقى وكده. بس المفاجأة ديت يا جماعة كلكم كنتوا منتظرينها قوي، واللي هو إيه متحمسين ليها وكده، واحنا بصراحة كلنا وكنا برضو متحمسين ليها. فيعني ايه اتمنى كده حد يبقى فاهم دماغي ويبقى فاهم ايه المفاجأة ويبقى فاهم كلامي. وعارفين بقى ان لو حد طلع خمن صح، اقسم بالله لا هقول اسمه في الفيديو الجاي. بقى فاكرين انتوا اللعبه اللي احنا كنا بنلعبها؟ هنلعبها تاني بس على شكل بقى ايه اللي هو لو حد مثلا خمن صح فانا هقول اسمه تمام. بس يا رب بس ايه حد يبقى فاهم دماغي ويبقى فاهم كلام، لان بصراحه المفاجاه ديت يعني فرحه كبيره قوي قوي، ويعني ايه بلاش اتكلم وخمن انتوا بقى. بصوا في الفيديو دوت ماما كانت بتعمل فراخ تمام، الفراخ بتاعتنا هي بتربي فراخ، فالفراخ لسه صغيرة خالص، يعني لسه اسبوع كده ولا اسبوعين عما هي تكبر. فراحت اشترت فراخ، واحنا اصلا ما بنحبش الاكل اللي هو من بره، ولا فراخ ولا لحمه اللي هو من مكان مش عارفينه ولا كده ولا الكلام ده خالص. فاشترت فراخ. اقسم بالله انا اتصدمت، اللي هو ازاي انت جايبه لنا فراخ؟ طب ليه؟ هي الفرخة صغيرة تمام، يعني الفرخة تجيلها كيلو. هو عامة الفراخ غالية اليومين دول، واللحمة كمان، هي الدنيا كلها غالية. ف يعني بصراحة ما كنتش حابة ان هي تشتري من بره، بس ايه ماما من النوع اللي لو حاجة غابت عليها فبتوحشها، انتوا فاهمين ازاي. فقالت ايه لا يا مريم احنا كنا واكلين امبارح مش عارفة ايه، احنا عايزين بقى ايه شوية شوربة كده ولا شوية اي حاجة كده. قلت لها خلاص يا ست اللي انت عاوزاك منه، والله اول امبارح كنا واكلين لحمة وشوربة برضو، بس اللي هو كيفها جابها لكده. فقامت جايبه بقى الفرختين دول، وقامت قايله ايه هنعملهم كده بشويه شوربه، ونعمل جنبهم شويه لوبيا وشويه رز، وتتكيف بقى. ماما بقى بتحب اللي هو الاكل ده انتوا فاهمين، يعني رز وشوربه وكده يعني. فقلت لها خلاص هعمليه انتي، وطبعا انا باجي بقى من المدرسه فاصله، يعني قطعه ميه ونور وكهرباء وكل حاجه. فباجي يا دوبك بقى هي بفضل مستنياها ان هي مثلا تعمل اكل ولا كده، وانا بعمل اكل، يعني في ايام لو قدرت ان انا اعمل اكل فانا اللي بعمل تمام، لكن في ايام هي اللي بتعمل وكده. فهي بقى عملت النهارده وكانت عامله امبارح الصراحه، يعني امبارح والنهارده. فاللهم صل على النبي بقى، قلت لها خلاص ادام انتي عاوزه بقى تعملي شوربه وتشربي شوربه بقى وكده اعملي انتي بقى. وبصراحة يعني أنا بحب أكلها وبحب ريحة أكلها، مش عارفة، هو سبحان الله
يعني مهما طبخت ومهما فننت في الاكل ومهما ابدعت. وعلى فكرة اخواتي كلهم برضو يعني نفسهم حلو في الاكل وما شاء الله يعني. بس الواحد ما بيعملش دماغ كده ويكيف غير لما ياكل كده ويشم كده ريحة الاكل كده. والله العظيم بيبقى ريحة الاكل بتاعتها جايبة ريحة، يعني الناس كلها بتبقى شامة، يعني الجيران واللي رايح واللي جاي بيبقى شامم ريحة الاكل. كمان اقسم بالله هو نفس التوابل ونفس الحاجة ونفس كل حاجة، بس بقى الاختلاف كده في اللي بيعملها. طبعا مش اي حد بيعملها، يعني ده ست الكل برضه. بصوا بقى، هي عملت اللوبيا عملتها ببصل، هي بتحبها ببصل وكده فهي عملتها ببصل. فحمرت بصلايه ونزلت بقى كده بالطماطم. واللوبيا دي يا جماعه اللي احنا كنا سلقينها سوا، تمام. شفتوا بقى ازاي بتنفع لما بتكون مسلوقة؟ بتطلعي كيس بقى كده على طول وبيبقى جاهز، وبتطلعي يا دوبك بقى ايه شوية الصلصة كده بتوعك وتحطي فيهم على طول. فهي ايه، هتسيب الصلصة تتسبك بس شوية وتحطي فصين توم كده. الله بقى على الفصين التوم دول، يعني هي تشهد ان انا اللي مقشره لها الفصين التوم. يعني كتر خيري في الفيديو دوت، كتر خيري بقى ولا مش كتر خيري. وكمان استنوا بقى، انا اللي محمره الفراخ، فالمفروض يعني انا اللي اكون ساعدتها كده ولا كده، ايه شايله معاها برضو، مش هخليها تعمل حاجه لوحدها. هنا بقى كانت خلاص خلصت الفراخ. هي بتحب ان هي تسوي الفراخ كويس، انتوا فاهمين اللي هو ايه. وما تبقاش ناشفه وتفضل تشد فيها. وبرضو في اللحمه اي حاجه، يعني ماما بتحب الاكل اللي هو يكون مستوي، يعني مستوي واخد حقه، انتوا فاهمين. فسويتها كده حلو. وبقى هتعمل الزيت بقى وهتحمرها، وطبعا لسه سايبه بقى اللوبيا على البوتاجاز، فهتسيبها بقى وكده. طبعا بقى بقالنا شويه كده يعني ايه مطنشه موضوع الروتينات دي خالص. وما عدتش اصلا باجي يم البيت ولا عدت بعمل في اي حاجه. يعني بصراحه الواحد ارتاح على كده، ان هو بقى يجي من المدرسه يلاقي اكله جاهز، ما يعملش حاجه، يا دوبك ان هو ياكل وينام ويصحى تاني يقعد يذاكر له شويه ولا يقعد شويه ويتفرج بقى على المسلسل اللي هو بيحبه ويرجع ينام تاني. فالواحد يستريح على كده الصراحه، يعني الصراحه تتقال. بس ان شاء الله يعني مش هفضل على كده، يعني ما ينفعش. بس مش هوريلكم نفسي، يعني دي تالت يوم ومش هوريلكم نفسي غير في المفاجأة ديت. انا عايزاكم بس تخمنوا، اقسم بالله لو حد خمن صح فده يعني بصراحة هيكون معزة تانية خالص. كفاية بس ان هو يكون فاهم دماغي ويكون كده ايه عارف انا بتكلم عن ايه بلاش عشان لو اتكلمت اكتر من كده يعني هعرفكم اللي فيها، فبلاش. كان خلاص بقى هنا انا كنت حمرت طبعا الفراخ، وهي كانت طلعتها بقى والرز استوى وكل حاجة تمام. وتصب بقى كده الشوربة وهتعمل بقى شوية ايه طبقين كده لوبيا، وبألف هنا اللي ياكل. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. وطبعا بقى بصراحة الاكل كان حلو، هو يعني بسيط وفراخ ورز وشوربة، يعني اي حد ممكن يعمله. وكل يوم يعني بناكل نفس الاكلة، يعني ما بيعديش اسبوع الا بناكل كده الطاقة ديت. بس بيبقى ليها اختلاف كده. اتمنى النهارده يا جماعه الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اوعوا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.